لاول موسم في الدوري المصري الممتاز سنه 48 49. بص معايا كده على ال 11 فريق اللي بداوا معانا، عاوزك بس تشوف التنوع اللي كان فيه جماهيريا وثقافيا وكل حاجه. يعني هتلاقي الاهلي والزمالك والسكه الحديد من القاهره، هتلاقي الترسانه من الجيزه، هتلاقي الاسماعيلي من الاسماعيليه، ودي على فكره مفاجاه يعني كنت محضرها لك بس حرقتها لك في اول الحلقه. هتلاقي المصري وبورفؤاد من بورسعيد، هتلاقي الاتحاد والاولمبي والترام واليونان من الاسكندريه. شايف التنوع؟ كلهم انديه جماهيريه بس من محافظات مختلفه وليهم جماهير مختلفه. خلينا اتكلم عن محافظتي عشان ما اعرفش كتير قوي عن غيرنا. يعني النادي اليوناني اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه، كان في جاليات يونانيه زمان بالمناسبه في اسكندريه، وتقريبا في نفس الفتره دي تقدر تقول 50,000 يوناني، وبالمناسبه ليهم املاك وليهم شغل موجود لغايه دلوقتي في اسكندريه. وشوف كده اسكندريه القديمه لما تيجي تزورنا كده، تعالى كده شوف محطه الرمل، شوف المنشيه، شوف الحته دي، اكيد هتقع يعني في مطعم يوناني، في مكان تبع ملابس يونانيه، حاجه زي كده هتلاقي. يعني نادي الترام طبعا غني على التعريف، اللي مش عارف كسب الاهلي 6 ومش عارف كان بيكسب مين والكلام ده كله. هو مشهور بانه كسب الاهلي 6، برضه كان ليه مشجعين. نادي الاولمبي السكندري اللي طول عمره في محرم بيه نفس الكلام. نادي الاتحاد السكندري مش محتاج اقول لك ان جماهيريته في اسكندريه عامله ازاي لغايه دلوقتي. خليك بس فاكر الكلام اللي انا قلته من شويه ده، خليك فاكره كله كده كباجتش على بعضيها عشان عايزك في كلام تاني. طريق الاستثمار في مصر في وجهه نظر المتواضعه لا قيمه لها ليه طريق واحد، وليكن متشعب منه كذا طريق تاني. الطريق الاوحد واللي انا شايفه مهم هو عن طريق الانديه الشعبيه. اعلانات ودعايه، تذاكر وجماهير، فلوس انت حطيتها هتكسبها. وهو ده الاستثمار على فكره. الاستثمار ان انت تحط فلوسك في مشروع وان انت تكسب منه حتى لو على الامد البعيد، مش فلوس عمال تضخها عمال على بطال. تمام. نرجع لكلامنا تاني. ممكن برضو الاستثمار يكون على الانديه غير شعبيه، زي انديه الشركات انبي وبتروجيت والمقاولين العرب، اللي هو ميكس ما بين الانديه الشعبيه والانديه يعني اللي هي بتاعت الشركات. وطبعا مش هينفع فيها قصه التذاكر والجماهير والدنيا دي، فبتعتمد بشكل اساسي على بيع اللعيبه واكتشافهم، زي المقاولين العرب زمان. القصه المشهوره لو انت ما تعرفهاش ان المقاولين العرب كان زمان بيستكشف اللعيبه اللي هي يعني من الاحياء الشعبيه شويه. عشان كده في فيلم ابراهيم الابيض لو تفتكر، شيبه اللي هو ابراهيم الابيض طحنه ده كان لابس فانيله المقاولين العرب. يعني فاهم التفصيله كانت جايه منين في الفيلم ده؟ كان المقاولين العرب. التيشيرت بتاعه كان موجود في الاحياء الفقيره اللي موجوده حوالين النادي هناك في القاهره. طبعا مش محتاج اقول لك على انبي وبتروجيت وكم لعيبه والنجوم اللي هم طلعوهم للدوري المصري السنين الاخيره. وطبعا انديه المؤسسات اللي هي زي الداخليه وزي الشرطه اللي موجودين لجهاز الشرطه وحرس الحدود والانتاج الحربي وطلائع الجيش بتوع القوات المسلحه. دي انديه مؤسسات، واللي طبعا افضلهم هو نادي حرس الحدود، اقدمهم كتاريخ وكشعبيه وكانجازات. لو انت يعني جيت قارنت كل دول اكترهم في كل حاجه شعبيه. حتى انت كنت ممكن تلاقي ناس بتحبه وبتشجعه وبتحب الكوره الاجلي اللي هو كان بيقدمها زمان في 2009 2010 كده، فهو كان افضل. طبعا اخر جزء ده اللي هو بتاع المؤسسات مش تبعنا خالص، احنا تبعنا انديه الشركات والانديه الشعبيه. يعني واحد زي تركي الشيخ ده غلط غلطه عمره لما جه استثمر في نادي زي الاسيوطي. المدهول بدل ما يروح كده لنادي جماهيري ليه جماهير، يعني حتى لو كبار في السن، او نادي تبع محافظه كفر الشيخ المنصوره، حتى نادي هنا في اسكندريه مثلا، نادي في الجيزه زي الترسانه، كان هيبقى ليك داعم، كان هيبقى ليك مشجعين، كانوا هيدافعوا عنك، كان هيبقى ليك حتى حضور جماهيري عند الناس. انما البعيد ما يعرفش اي حاجه عن الدوري المصري وعن خباياه. اختار نادي كده عشوائي او اختار نادي كده خاص، يعني اللي هو الاسيوطي اللي هو بقى بيراميدز بعد كده، وبس حط فيه استثماراته وشكرا على كده وتمام قوي، كل سنه وانت طيب. في اعتبارات ثانيه غير الفلوس ان انت تحطها في نادي، في حاجات كتير جدا زي التاريخ، في حاجات كتير جدا زي الجماهيريه، لازم ان انت تكون واخد بالك منهم كويس قوي، عشان لو قصه الاستثمار والفلوس اللي انت حاططها دي وقعت تلاقي الجنب الثاني ده ينفعك. عرفت بقى من شويه قلت لك المقدمه دي احفظها ليه؟ عشان في انديه كتير جدا محتاجه واحد زي تركي الشيخ ده لو فعلا بيفكر في استثمار يجي يستثمر فيهم. وانا شرحت لك الاستثمار من شويه. فانت كمستثمر جاي ان انت تستثمر فلوسك في نادي، والله في شويه قوانين احنا حاطينها هنا في مصر. بحسب القانون وبالمختصر المفيد كده اللي يختصر لك القصه كلها بتاعت المواد والدستور والكلام ده كله، ما ينفعش نادي عام يتباع. ما ينفعش نادي زي الاهلي او الزمالك او الاتحاد او غزل المحله او الاسماعيلي او المصري اللي هي الانديه بتاعت الدوله ان هي تتباع. طب عايز استثمر فيهم فلوس اعمل ايه؟ ممكن ان انت تعمل لهم شركات مساهمه لا تمتلك حق الاداره. حسب الماده 23 الموحده للانديه، لا تمتلك هذه الشركات اكثر من 49% من اسهم هذه الشركه. يعني النادي ليه 51%، المستثمر ليه 49%. الانديه دي تحت اداره وزاره الشباب والرياضه. وفي خبر كويس ان ممكن الشركات دي تدخل البورصه المصريه زي ما حصل مع غزل المحله كده من فتره، من سنه ونص سنتين كده لو نفتكر. كل الهيصه دي حصلت بعد حوار تركي في 2017. حسبي الله ونعم الوكيل. كل حاجه في الدنيا ليها حدين، حد كويس وحد وحش.
اصل انت مثلا ما تستحملش ان انديه شعبيه انت عارفهم كويس المستثمر اللي هيجي يستثمر ده يكون هدفه الربح وبس، مش هدفه اسعاد الجماهير وانه يعمل نادي بجد، فريق بجد بينافس على بطولات. اصل المستثمر في الاول وفي الاخر جاي لك مش عشان سواد عيونك، هو جاي عشان يستثمر ويجي له فلوس تاني. فانت لو ضمنت كفاءته، مستثمر دماغه عاليه يعني وبيعرف يستثمر فلوسه صح، مش هتضمن كفاءته ان هو هدفه الربح وبس. ولو ضمنت كفاءته ان هو حتى على مستوى العقليه عايز يوصل، زي مانشستر سيتي كده مثلا اللي لابس التيشيرت بتاعه ان هو مش دوري ابطال او دوري بس، لا ده انا عايز اكمل، يعني ما يبقاش في تشبع عندي اكتر واكتر، هي حاجه على حساب حاجه. فكانت لازم المواد دي واللجام دوت عشان خاطر ايه؟ يمنع الحوار شويه او يحد. في نفس الوقت ده روتين يقتل اي فرصه ابداع لاي مستثمر يجي مصر، بيقتل فرصه اي استثمار لنادي جماهيري وشعبي ان هو يقوم بعد الغرقان اللي غرقه. عندك الترسانه وعندك الاولمبي، مش محتاج اقول لك يعني. الانديه الجماهيريه دي اسمها انديه حكوميه يعني على الورق، ليه؟ لان الانديه دي الدولة هي اللي متكفلة بمصاريفها وبإدارتها كمان. في يوم من الأيام الكتاب السعوديين في الصحف السعودية كانوا بيتكلموا على قصة هل السعودية هي اللي صح وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وكل الفرق الكبيرة اللي موجودة في العالم اللي بيمتلكها أشخاص أو عائلات دول غلط. وقتها كانت السعوديه فعلا مقررتها شويتين قبل ما تفتح الفتحه اللي احنا عارفينها دلوقتي. وفعلا لما تيجي تنظر كده للامور بشكل اوضح هتلاقي ان الفرق الكبيره عامه اللي موجوده في اوروبا او في العالم بشكل عام بيمتلكها اشخاص او عائلات زي ما الكتاب دول كانوا بيقولوا، مش بتديرها الدوله. عدم وجود الدوله في اداره الانديه ده هيسهل عليها شويه حاجات، منها ان هو رفع العبء المادي عليها طبعا، ده بجانب يعني الحاله الاقتصاديه المزريه اللي احنا فيها. هتسيب فرصه للمستثمر زي ما قلت لك ان هو يفكر، ان هو يقدر يتحرك شويه. انا مش بقول لك تفتح السوق بشكل عام، انا مش بقول لك تفتح السوق على الاخر على البحري، بس على الاقل نفس كمان نفسين كمان مثلا، نسبه تقل ونسبه تكتر، يبقى ليك نسبه من نجاح الراجل ده بعد كده. على الاقل تبقى ضمنت ان النادي ده اتحط على الطريق الصح. دي كانت القصه بس اللي كنت عايز ان انا اتكلم فيها عشان جات لنا رسائل كتير في الموضوع ده على الصفحه المحترمه بتاعتنا. اتمنى لو الواحد قدر ان هو يفيد حضرتك بمعلومه. ما تنساش بقى الاشتراك واللايك الحلوين. اما بعتذر لك لو ده كان تضييع لوقتك وما كسبتش اي حاجه. شكرا جدا للمتابعه واشوفك الحلقه الجايه. سلام.